بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بعتذر منكم على انقطاعي لفترة طويلة، وده لظروف. ربنا يا رب يعيننا ويعينكم جميعا على الحياة وعلى أمورها وعلى كل شيء، ويشفي كل مريض يا رب، ويصلح حالنا وحالكم اللهم آمين. هنا هنعمل النهاردة الصنف القمر الحلو الجميل قوي ده، صنف حلو قوي وبسيط وغير مكلف. اسمه المكشكشة. بغض النظر عن التسمية، هو صنف بيتعمل من الرقاق، وبسيط جدا وخفيف، وصنف حلو لذيذ. تقدري تعملي حلو، تقدري تعملي مالح، ولكن هو مسكر، طعمه حلو قوي عشان الأولاد. طبعا الحلويات غالية جدا في المحلات، احنا بنعملها بأقل الإمكانيات وأقل المحتويات من إمكانيات بيتك. لفة جلاش واحدة هتعملي الصنف القمر الحلو ده، وتسقيه بالشربات او بالشيرة، وتأكلي ولادك احلى صنف حلويات. بيتباع بره على فكرة نص الكمية دي بمبلغ كبير جدا، غالي جدا في المحلات. اضافة ان انت تعمليه في البيت مش هيكلفك كل التكلفة دي، وكمان ضامنة نظافته، وهتعمليه في اي وقت لولادك، وهيتاكل طازة كده وقمر قوي قوي. وكفايه ان هو من صنع ايدك. تعالوا نشوف مع بعض ايه المكونات بتاعتنا دلوقتي. احنا عايزين لفة جلاش، وعايزين نص لتر من الحليب، وعايزين هنعمل مع بعض الآتي. انا عندي هنا شوية من الدقيق، وهقولك هنعمل ايه بيها دلوقتي. وهنا ده الحليب بتاعي. انا عايزه اعمل الاول اللي هو الكريمه اللي احنا هنحشي بيها الجلاش بتاعنا اللي هو المكشكشه. انا حطيت نص لتر من الحليب، نزلت عليها معلقتين كبار من الطحين، وعليهم معلقه كبيره من النشا، وابداي قلبي الكلام ده كله على البارد. تمام. والله عايزه تحطي ربع كوبايه سكر حطي، مش عايزه مفيش مشكله، ان انت كده كده بتسقي شربات في الاخر. يعني انا بصراحه ما حطيتش سكر عشان تبقى الدنيا تمام يعني خلاص. طيب، بعد كده انا خدت هنا ما يعادل نص كوبايه من الحليب، وضفت عليها معلقه كبيره من النشا، وضفت عليها بقى هنا ايه، معلقه كبيره من الطحين. لو عايزه تكتري الكميه عشان يكفيكي، بس انا ما عملت ده اتبقى منها كميه. فانت حطي معلقه كبيره من الطحين، معلقه كبيره من النشا، ونص كوبايه من الحليب، وقلبي الكلام ده كويس قوي مع بعضه كده. وكمان سيحي معلقتين من السمنه او الزبده اللي متوفر عندك، وحطيه مع المحتويات دي. وحطي معاها كمان هنا هو نص معلقه من الفانيليا. بتخلي الريحة جميلة جدا جدا. في بعض الناس بتكسر بيضة في الوقت ده، بس انا مش حابة بصراحة، ما حطيتش بيضة. خلاص. يبقى ده عبارة عن ايه؟ خليط من النشا مع السمنة مع الدقيق مع الحليب مع الفانيليا. قلبت الكلام ده، وهبدأ اجيب لفة الجلاش بتاعتي، وهبدأ هنا ايه، احط الصينية اللي انا هشتغل عليها، اخد المقاس وابدأ اقص الجلاش بتاعي علشان تبقى ورق الجلاش قد حجم الصينية بتاعتك بالظبط، زي ما انت شايفه كده. ان كنت لسه بتتابعيني لحد دلوقتي، اتمنى منك وضع اللايك، تشتركي في قناتي وده تشريف ليا، وتعليقاتك الجميله الطيبه اكيد بتسعدني، وتشريفك ليا في القناه ده فخر ليا. وببقى سعيده جدا بوضع اللايك، لان هو اللي بيساعد على انتشار الفيديو، وانت بتقدري مجهودي وتعبي معاكي عشان الفيديو يقدر ينتشر لأكبر فئة من الناس. وبالتالي انت بتساعدي في فعل الخير او في نشر علمي ينتفع بيه. بعد ما قصينا الجلاش بالشكل القمر اللي انت شايفاه دهوت، هاخد كمية بقى هنا ابدأ اغطيها عشان ما تنشفش مني، بغطيها ولا حاجة. والكمية التانية النص التاني هبدأ اقولك هنشتغل منه. النص ده هنحطه في ارضية الصينية، والنص اللي هو التاني ده هنكشكشه على السطح. اذا انت حابة تعمليها التلت يعني التلات ارباع وربع، ماشي. عايز تعملها نص ونص برضو ماشي. المهم ان انت بصي بقى، سواء يعني جعلتي الجزء اللي تحت في الصينية هو السميك، والجزء المكشكش هو الأقل، برضو مفيش مشكلة. دي حاجة بترجع لك. سواء أنا عملتها نص ونص بصراحة. خلاص. جبت الصينية التيفال بتاعتي بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. اعمليها بقى في صينية مستطيلة مربعة، اللي متوفر عندك يعني دائرية، اللي متوفر عندك. هنا بقى انا حطيت طبعا هنا الكريمة على النار. المفروض تجهزيها الاول علشان تبدأ تستوي وتسيبيها تبرد، عشان ما ينفعش تنزليها سخنة على ورق الجلاش بتاعك. علشان ايه؟ عشان ما يعجنش معاكي، يبقى لبخة كده يعني. احنا عايزينه مورق وهش وخفيف ومقرمش وحلو كده وانت بتاكليه، وفي نفس الوقت برضه جوسي.
طيب انا ببدأ هنا بقى اقلب المحتويات بتاعتي اللي قلنا عبارة عن حليب، عبارة عن فانيليا، عبارة عن نشا ودقيق. وقلبت الكلام ده كله وعملت احلى هنقول عليها كريمة، هنقول عليها مهلبية، قولي عليها زي ما تقولي يعني. المهم بتديكي قوام سميك، بتسيبيها لما تبرد هتتقل اكتر، بس لازم تبرد تماما، وانا قلت لك السبب دلوقتي. تعالوا بقى نشوف هنتعامل ازاي بالمحلول اللي احنا عملناه دهوت وبالفرشة بتاعتك. وهتبدأي هنا تشتغلي تدهني أرضية الصينية، وتبدأي تحطي بقى ايه أول ورقة من ورقات الجلاش بعد ما تدهنيها بالخليط دوت. عبارة عن معلقة كبيرة طحين أو دقيق، معلقة كبيرة من النشا، نص كوباية حليب، وسنة فانيليا، ومعلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة. تمام يا قمر. طبعا الخليط ده بيوفر عليكي كتير جدا، ان انت تدهني ورق الجلاش بزبدة صافية او بسمنة صافية، بيبقى طبعا دسم جدا وكمان مكلف قوي. فالخليط ده بيساعدك كأنه يخفف لي شوية من التكلفة، وفي نفس الوقت كمان يبقى خفيف على قلبك ومعدتك وانت بتاكليه. ما ننساش يا قمر انت وهي اللايك. يلا يا حبيبة قلبي. اه ببدأ هنا ايه ادهن الورقة كويس قوي واشيلها، لو حتى اتقطعت منك ولا تقلقي ولا تخافي ولا اي حاجة خالص، كل ده بيتداوى بعدين. وابدأ هنا ايه انزلها في ارضية الصينية زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. بالشكل القمر ده. هجيب بقى طبعا ورقة تانية برضو كده، وابدأ ادهن وارص وادهن وارص. هعمل كده لحد ما اخلص نص كمية الجلاش او نص لفة الجلاش اللي احنا قصيناها في البداية مع بعض. انا ما قفلتش الفيديو اهوت او الكاميرا عشان اوريكي خطوة بخطوة بالذات البنات الصغيرين ازاي تعمليها وتطلع معاكي مورقة وحلوة، وفي نفس الوقت طبعا غير مكلفة لان هي بره غالية جدا وبتتباع باسعار كتيرة جدا. وسبحان الله يعني هي ما بتكلفش كل ده في البيت. مش عارفة المحلات بيغلوها ليه يعني، والله طالعة تحفة زي ما شفتها في اول الفيديو. تقدري بقى هنا عشان يبقى الامر سهل عليكي تدهني في ارض والصينيه في قلب الصينيه نفسها عشان ما تنكش تشيل الورق ويعزقها زي ما انا عملت كده. بدات انزل الورقه واجيب الفرشه وادهن بقى في قلب الصينيه نفسها، وده اسهل لك طبعا اهو. بالنسبه للبنات المبتدئين بالذات ما بياخدش منك 10 دقايق بالظبط عمايل، وتسويه ما بيكملش برضه 10 دقايق في فرن البوتاجاز او ربع ساعه بالكتير، وبيطلع معاكي احلى جلاش. في الوقت ده انت بتكوني عامله الشربات برضو. الشربات بتاعه بيبقى نوعا ما تقيل شويه، تمام، علشان يطلع معاكي طبعا ايه شارب من الشربات، وتقدري تمسكي القطعه بقطعتها سهل عليك انك تاكليها اهو. اتقص منك حتت اتقطعت اي حاجة ولا تقلقي، بتدخليها في منتصف الصينية. القطع اللي هي اتفتتت منك او اتكسرت او اتقطعت منك زي ما انا بعمل معاك اهو، دخليها عادي في منتصف الصينية اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. يلا يا قمر انت وهي كل واحدة تقوم كده تشطر وتعمل الصنف الحلو ده لولادها، مش هيكلفك حاجة الا حاجات بسيطة جدا زي ما انت شايفة معايا. هي لفة الجلاش وبعد كده كل المقادير والخامات موجودة عندك في البيت. بعد كده وخلصت نص مقدار الجلاش، مسحت اطراف الصينية بتاعته وظبطتها كده بالشكل القمر ده. طبعا هنا الكريمة اللي انت عاملاها هي اسمها كريمة كدابة، بتكون بردت معاكي، ما تحطهاش وهي سخنة ابدا علشان ما تكلكعش معاكي في الجلاش وتخليه معجن يعني. اهو بنزل بالكريمة بسم الله ما شاء الله. بص السمك بتاعها ده قوام جميل جدا، قوامها كده حلو قوي قوي، ولا هو خفيف ولا هو سميك اهو. ببدأ هنا انزل بيه على سطح نص مقدار الجلاش بتاعي بالشكل القمر ده اهو. شفت الجمال. في الوقت ده لو حابة تحط شوية مكسرات او زبيب او جوز الهند او فول سوداني او اي حاجة موجودة عندك، حط بقى برضو عليها لو عايزة اهو.
زي ما انا بوريك دلوقتي اهوت. ده كان شويه من جوز الهند، شويه زبيب، ومش عارفه متهيألي فيها شويه من الفول السوداني كمان اهو. بحطها زي ما انت شايفه كده. الناس بقى اللي ربنا مديها وعاطيها وعندها مكسرات زي عين الجمل واللوز والجوز والبندق والفستق، تقدري تحطي زي ما انت حابه برضو، دعميها بالكلام ده كله، هتبقى حلوه قوي وجميله، والاطفال هيحبوها. الشكل القمر ده والله، الريحه والشكل يعني يحسسوك انك عايزه تاكليها نيه كده قبل ما تستوى. هجيب بقى النص التاني من ورق الجلاش وهبدأ هنا. لو انت قادرة تخلي الورقة بورقتها وتبدأي تشتغل عليها اعملي كده. لو لقيتيها طويلة معاكي شوية وهيبقى صعب عليكي تكششيها بالحجم ده، خلاص انت تقدري تعملي ايه، تقدري ان انت تقصيها نصين وتعمليها اجزاء صغيرة وتجمعيها جنب بعضيها، مفيش اي مشكلة. هنا بقى انا جبت هنا معلقتين من السمنة وسيحتهم شوية على النار، وببدأ اخد بالفرشة بتاعتي وببدأ هنا انزل. بس هغطي هنا ايه، يعني وش بس الكريمة بورقة جلاش كده كاملة، بحيث ان اغطي سطح الكريمة بتاعتي. تمام اهو بالشكل القمر اللي انت هتشوفيه ده. انا هنا بقى عايزة اوريكي احنا بنكشكش الورقة ازاي. بص بقى، فضي قدامك كده، وسعي قدامك وخلي ورقة بورقة على الصينية عشان تبقى سهلة عليكي. بعد ما دهنتها بالسمنة كده السايحة او الزبدة السايحة، ببدأ هنا ايه، عارفين المروحة اللي كنا بنعملها زمان كده ورق عشان نهوي بيها واحنا اطفال في ابتدائي؟ بتجمعي هنا اجزاء الورق على بعضيها كده، لما تعمليها زي شكلة المروحة كده او رسمة المروحة، ضمها على بعضها بتيجي معاكي بسهولة. حسيتي ان كده هتبقى طويلة وصعبة عليكي انك تلميها، اقسميها نصين وجمعي الاجزاء دي جنب بعضها. وانا هوريكي دلوقتي في الفيديو ان احنا لما لقيت الورق متقصص منه قطع عندي استغليته وعملته برضو، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى انت بتدهني زبدة او سمنة سايحة وتروحي جايه ملميها كده مكشكشاها زي المروحة كده، الورق اللي كنا بنعملها. وبعد كده ببدأ انزلها فين، على سطح الكريمة اللي عندي بالشكل الحلو القمر اللي انت شايفاه ده. تقدري تعملي كمية كبيرة وتجمعيها على الصينية، وبعد كده تبدأي ترتبيها على الكريمة بتاعتك. تمام انا مش راضية اقفل معاكي التصوير علشان اوريكي خطوة بخطوة. لو انت حابة ان انت عشان الباقة تجري شوية في الفيديو جري، في النهاية ان بنكمل الصينية بالشكل القمر دوت اهو، زي ما انت شايفة كده. واحطها بقى ايه، واحدة جنب واحدة، واحدة جنب واحدة، لما اكمل سطح الصينية كله بالشكل اللي شايفينه. وادي يا ست انت وهي يا قمر، ادي المكشكشة بتاعتنا. مش عارفة بيبيعوها بره نص الكمية ديت ب300 جنيه و350 و400، علشان ايه؟ انا والله ما فاهمة ولا عارفة يعني بصراحة. حتى لو حاطط فيها مكسرات عمرها ما تبقى بالثمن العالي اوي ده، زي ما انت شايفة كده. دي بقى بوريكي هنا، ادي قطعة جلاش صغيرة يعني نص الايه الحجم اهو. بجمع على الصينية اللي قدامي اللي بشتغل عليها كمية، وارجع بعد كده ارصها على سطح الكريمة. انا وريتك كل الحالات وكل الاوضاع وكل الطرق اللي ممكن تستعملها عشان تلمي الورقة بسهولة وما بقاش فيها صعوبة عليك. بص ازاي، بص كده اسهل ازاي اهو، قصيرة وفي ثواني ايدك بتجيبها على طول بسرعة بسرعة بسرعة. بتجمعيها كده كمية على الصينية، وبعد كده بتبدأي ترصيها.
تاخدش منك وقت خالص، وسهله جدا وسريعه بالشكل ده. بعد كده بقى تجيبي الصينيه قدامك وتبداي ترصي واحده جنب واحده كده اهو بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. بالمناسبة لو انت عايزة تعمليها زي وردات، بتجمعي برضو ورق الجلاش على بعضه كده وتضميه على بعضه بحيث يعملك زي وردة كده، وتحط برضو على السطح جنب بعضه جنب بعضه لما تغطي السطح كله. بس انا عملتها بالشكل القمر ده. بعد ما كملت الكمية كلها ببدأ هنا ببل الفرشة بتاعتي بالزبدة او السمنة، وابدأ انزل الاطراف بتاعتي عشان ما تتحرقش في الفرن. وبحاول ان انا ادهن ولو دهنة بسيطة او رشة خفيفة من الزبدة او السمنة على السطح. بصي القمر ادي يا ست المكشكشة، انا مش عارفة بعد المكشكشة عملنا ايه. بعد كده دخلناها في الفرن لمدة 10 دقايق لربع ساعة، تطلع بالشكل القمر اللي انت شايفاه دوت اهو. شفت جميلة جدا 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 جدا. الشربات بيكون بارد وتقيل، والجلاش بتاعي بيكون سخن. وابدا هنا انزل الشربات بتاعي، اسقي الصينيه بتاعتي دي. طبعا الشربات انا ما جبتلكيش الطريقه عشان ما اطولش عليك الفيديو اكتر من كده. الشربات طبعا معروف انه كوبايتين ميه ليه كوبايتين سكر. السكر قد الميه، او ممكن كوبايه ميه لها كوبايتين سكر، او السكر ضعف كوبايه ضعف الميه يعني. وده ليه؟ لما تكون حباه تقيل يعني. مع نص عصرة ليمونة لما يبدأ في الغليان، نص عصرة ليمونة، معلقة صغيرة من الفانيليا أو رشة فانيليا صغيرة. وبعد كده بتسيبيه لما بيتقل شوية معاكي، وبعد كده بتروحي حطاه يبرد يعني. هنا بقى أنا عندي فورماسيل شوكولاتة، فورماسيل بني كده. بس رشيت رش على السطح مع الشربات، هتمسك وتديكي شكل قمر. لو عندك فستق حلبي حطي، عندك أي مكسرات وعايزة ترش على السطح حطي، عندك قطع فواكه وعايزة تحطي على السطح برضه حطي. ده حاجة ترجع لك انت. وطالعة بقى بالجمال والطعامة والقمر اللي انت شايفاه ده. اجمل امنياتي ليكم بدوام الصحة والسعادة. بص لما قصيتها بقى الكريمة في النص جميلة ازاي، وطبقاتها مورقة وحلوة ولا هي معجنة ولا حاجة، وطعمها في منتهى الجمال. اتمنى ان اكون بقدر اعمل لك اضافة، واني بقدر اقدم لك الاصناف البسيطة اللي هي غير مكلفة عليكي، واللي كمان تمتعي بيها اولادك. معروف ان الاولاد بيحبوا الحاجات الحلوة والمسكرة، وبنطلع نجيبها من بره من محلات الحلويات باسعار طائلة يعني، مش عارفة ليه. لكن انت تقدري تعمليها في بيتك بالامكانيات البسيطة وبشغل ايدك انت. بتكوني سعيدة انك بتعملي حاجة من صنع ايدك ومن امكانيات بيتك، وما بترهقش الميزانية بتاعتك، لان كل حاجة غالية في الوقت الحالي. وبالتالي هتقدري تعمليها انت بامكانياتك في البيت. تمنياتي ليكم بدوام الصحة والسعادة. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله، مع السلامة.